السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ الفيديو ده مش هيتمنتج، مش هيتعمل فيه اي حاجه خالص، لان المعلومه اللي هتتقال فيه معلومه بسيطه خالص، لكن موضوعها مهم جدا. ان شاء الله مش هطول في الفيديو، احاول يعني ما يعديش ربع ساعه 10 دقائق، ولكن الموضوع اللي هكلمكم فيه ده يستاهل والله انك تسمعه للاخر، ودي نصيحه اتمنى يعني ان هي تكون صدقه جاريه ليا لما اموت في يوم من الايام. لان الهدف الاول والاخير من ان انا بعمل لكم فيديوهات هو ان انا انصحكم، وان انا يا رب اكون سبب في ان انا يعني ظبطت لكم حاجه في الحاجات اللي انتم بتدوروا عليها. طبعًا زي ما أنتم عارفين إن أنا محتوايا على القناة دي إن أنا باحاول أساعدك إزاي مثلًا لمّا تيجي دبي تحاول تلاقي شغل، إزاي تطلّع رخصة، إزاي تعيش هنا، باحاول أنقل لك الlifestyle اللي الناس عايشاه هنا في الإمارات. وفي بعض الفيديوهات طبعًا يعني بتتشاف وبييجي عليها كومنتات كتير، فأنا على قد ما باقدر بارُد على الكومنتات اللي أقدر عليها، وفي كومنتات كتير ما باقدرش أرُد عليها. لكن في كومنتات common، يعني في ناس كتير بتخش تسأل في الكومنتات: أنا مُدرِّس، أنا دكتور، أنا مهندس مدني، أنا راجل في الHR، أنا راجل إداري، أنا راجل عندي صنعة، أنا واحدة باعرف أشتغل في مجال معيّن، أنا باعرف أعمل حاجة معيّنة، هل لو جيت الإمارات هالاقي شغل؟ السؤال ده بيتكرر كتير جدًا، والمفروض إن أنا يعني لمّا أنت تقول لي مثلًا أنا دكتور في التخدير مثلًا، وأنا أصلًا راجل شغال في الbusiness، أو أنا راجل مثلًا sales manager في شركة معيّنة، أو شغال في الsales in general يعني، هاعرف منين إن دكتور تخدير مطلوب، أو مثلًا فني مش عارف إيه مطلوب؟ فاللي أنا عايز أقوله لك في الفيديو ده إن يا معلم ما هو زي ما في بلدك وفي أوروبا وفي أمريكا، في الخليج، يعني خلّينا برضه ما نتكلمش على الإمارات بس، ما في الخليج، في كل حاجة. الفكرة كلّها إنك ما لقيتش فرصتك أو ما لقيتش فرصة شغل في بلدك، فأنت رايح تشوفها في مكان تاني، فأنت بتحاول تشوف إيه أكتر مكان أريح لك أو قريب للأتموسفير اللي أنت نِفْسك تعيش فيه. أنا مش جاي النهارده أقول لك أنت لو أنت بتشتغل حاجة معيّنة، هل لو جيت هتلاقي شغل والّا لأ؟ أنا عندي حاجة أهم بكتير من إنك تلاقي شغل، مش مميزات إنك تلاقي شغل في الإمارات، ولكن عيوب إنك تلاقي شغل في الإمارات. لو قعدنا نتكلم عن مميزات إنك تلاقي شغل في الإمارات دي، فأنا هاعدّهم لك من هنا لبكرة، من حيث الفلوس، من حيث الأمان، من حيث حاجات كتير أوي. البلد حلوة إنك تستقر فيها، فدي كلها مميزات إنك تلاقي شغل أخيرًا وتاخد مرتب وتقدر إنك تعيش في البلد دي. ولكن هل أنت فكرت في عيوب إنك إنك تطلع من بلدك وتيجي تشتغل في الإمارات وتلاقي شغل في الإمارات؟ هل حد اتكلم عن الموضوع ده يا جماعة؟ هل حد قال لك إيه عيوب إنك تلاقي شغل في الإمارات؟ ما هو إحنا هنا مش عايشين في الجنة، ما هو كل حاجة ليها مميزاتها وكل حاجة لها عيوبها. ما أنا سافرت أوروبا، أوروبا جميلة، أمريكا حلوة وكل حاجة، لكن ليها برضه مميزاتها وليها عيوبها. أنا كان ممكن أطلع أعيش في أوروبا، ما رضيتش أعيش في أوروبا، ما حبيتش إن أنا أروح هناك وآخد جنسية واستقر وأعيش هناك، مش بتاعتي، مش هاربّي ولادي في الatmosphere ده. أنا مسلم، ولادي هيتربّوا في atmosphere يكون فيه إسلام وفيه تحفُّظات ووسط عرب ووسط الculture والثقافة بتاعتنا. في ناس مش مهم عندها الكلام ده بتطلع Europe، على عيني وعلى راسي، ده اختيارك، لكن فكرة إنّك تيجي الإمارات وتلاقي شُغل، إيه عيوبها بقى؟ خلاص لقيت شغل وعِشت، إيه العيوب؟ العيوب الحقيقة مش في البلد، مش في الlifestyle، يعني البلد ما هي نضيفة وأمان والناس محترمين والقانون بيتطبّق على الكل، وهتاخد مرتّبك بشكلٍ ما هيكفّيك وكده، كده هتصرفه. لكن إيه أكتر عيب ممكن تقابله لو أنت لقيت شغل في الإمارات؟ خلّينا نقول إنّك جيت ولقيت شغل وقبضت أول راتب وتاني راتب والحياة ماشية كويس أوي ومكمّل في السَنة بتاعتك والحياة ما فيش مشكلة خالص، قادر إنّك تزنجف أمورك وإنّك تصرف فلوسك في الأماكن الصح، واخد سكن يا دوب مكفّيك وبتاكل وتشرب والحياة جميلة جدًا. وأنا عايز أقول لكم على حاجة يا جماعة، أنا أعرف ناس ب5000 درهم هنا عايشين ويا دوب مرتباتهم مكفّيهم، وأعرف ناس بياخدوا بال30 و40,000 ومرتبهم مش مكفّيهم، يعني يا دوب أصلًا يا دوب بيدفع سكن ومدارس العيال ومصاريف ومصاريف البيت، ويا دوب مكفّيه ال30، 40,000 في الوقت اللي بياخد 5000 ده أصلًا بيحلم إن مرتبه يوصل 10، 15,000. وهنا تيجي النقطة اللي أنا باكلمك فيها. الفكرة مش إنك تلاقي شغل وإنك تيجي هنا تقعد الدنيا الجميلة وإنك خلاص بدأت تقبض ومرتبك مكفّيك شوية. الفكرة هل أنت فكّرت إنك لو لا قدّر الله الشركة دي قفلت، أو الشركة دي قررت إن هي ما تجددش عقدك، أو إن هي أصلًا في خلال فترة التجربة تعمل لك termination، أو خلّينا نقول بلاش فترة تجربة لإن أنت كده، كده خلاص اتعمل لك فيزا واشتغلت معاهم بقى لك سَنة، خلّينا نقول إن هم ما جددوش العقد بتاعك. هل فكّرت أنت لو ما اتجددش العقد بتاعك هتعمل إيه؟ ما هو أنت لو مرتبك صغير أو يا دوب مكفّيك وأنت ما بتوفّرش منه حاجة ومش باني حاجة تسندك جنب الوظيفة، هتعمل إيه؟ البلد دي بتدّيك شهر أو 3 شهور، وبعد كده لازم يا باشا تطلع برّه، وإلا هيبتدي يتطبّق عليك غرامات عن كل يوم أنت ما طلعتش فيه برّه الإمارات بعد ما الفيزا بتاعتك اتكنسلت.
ما هي الشركة بتدّيك السماح ده الشهر أو الشهرين أو ال3 شهور، وبعد كده بتكنسل لك الفيزا، فأنت حرفيًا برضه مش في بلدك، يعني مش معنى إنك جيت لقيت شغل فأنت خلاص من بُكرة هتلاقي نفسك ما فيش مشكلة أنت استقريت وحياتك كويسة وحياتك المستقبل بقى وردي، مش عايز حد يخش يقول لي أنت بتضلّمها في وشنا ليه يا عم ما تسيبها على الله، ونعم بالله أنا مش هاكفر، لكن أنا باقول لك برضه ربنا بيقول لك أعقلها وتوكّل، يعني لازم تفكّر للمستقبل برضه، ما أنت ما تمشيش كده من غير ما يكون عندك plan، خصوصًا في الإمارات يا جماعة، الحياة هنا غالية جدًا، وزي ما قُلت لك اللي بيقبض 5 زي اللي بيقبض 10 زي اللي بيقبض 100 برضه، كل ما الlevel بتاعك زاد في المرتب كل ما أنت بتحط على نفسك أساليب ترفيه وحاجات يمكن أنت مش محتاجها، بتupgrade حياتك لحاجة أفضل، وهي دي التركاية اللي هم بيلعبوا عليها هنا السوق هنا في الإمارات، إن هو بيحاول يسيستم لك دماغك إنك مرتبك بتاخده من هنا تصرفه من هنا بقى في كل حاجة، مستوى الرفاهية هنا عالي، عشان تخش مول هتلاقي نفسك صارف لك 500 400 درهم عادي لو أنت قادر يعني تمام، لو أنت النهارده بتاكل في مطعم الوجبة ب20 ب25 درهم ب10 درهم هتلاقي نفسك أول ما مرتبك زاد شوية تلاقيك بتاكل ب70 ب80 ب100 عادي جدًا، فأنت هم دلوقتي في ضغوطات عليك خارجية، كل ما مرتبك زاد كل ما أنت هتقعد تقول طب ما أنا هاصرف بقى، أنا معايا عربية قديمة شوية upgrade بقى، طب ما أنا كنت قاعد في استوديو، طب ما أجيب بقى one bedroom بقى، أأجر one bedroom أوضة وصالة، فاللي هو يعني أنت كمية الإغراءات اللي حواليك هتفضل وراك لحد ما تصرف مرتبك بالكامل، فخلّينا نقول بقى إنك مشيت ورا الإغراءات دي ومرتبك سواء صغير أو كبير اتصرف بالكامل وأنت اتعمل لك termination بُكرة، أو أنت ما اتجددلكش عقدك في نهاية السنة. بُص يا معلم أنت حرفيًا في الشارع، عشان بس أبقى أفهّمك، عقد إيجارك أنت ملزم بيه، أي نعم أنت لو اتعمل لك termination أو ما اتجددلكش عقدك، تقدر أنت ت ت تقدّم الtermination دي لصاحب البيت وما يدفعكش غرامة الcancellation بتاعة العقد الإيجار، في حلول يعني هنتكلم عليها بعدين في فيديوهات تانية، لكن مش دي الفكرة، الفكرة إنك مش هتsurvive، مش هتقدر تعيش بمستوى المصاريف اللي هنا في البلد، مش هتقدر تتحمّل ده، ف في ثواني أو في ثواني إيه، أنت ممكن في خلال شهر بالكتير تقدر تستحمل أو شهرين بالكتير هتلاقي المبلغ اللي أنت قدرت توفّره الصغير ده، هتلاقيك يا معلم بت ب صرفته كلّه، يعني هتلاقي كل فلوسك اتصرفت تقريبًا في خلال شهر، شهرين، فهتعمل إيه؟ هترجع بلدك آآ معاكش فلوس ومن وجهة نظري يعني I'm sorry يعني بس أنت فشلت. أنا عايز أقول لكم على حاجة يا جماعة، ده في ناس أقسم بالله بتسافر وسايب مراته وعياله في بلده، وممكن يكون مقدّم استقالته على حلم إن هو طبعًا هييجي هنا هيشتغل وهيستقر وهيعمل فلوس كتير، كل ده جميل أوي، بس إيه الplan لمّا تلاقي شغل؟ ما هو أنت النهارده لو جاي علشان تلاقي أي شغل وخلاص بالminimum wages أو خلّينا نقول بأقل مستوى للمرتبات اللي موجودة هنا، يعني خلّينا نقول 4000 5000 درهم، الناس هنا بتاخد مش أقل من كده، أنا من وجهة نظري كده، اللي بياخد أقل من 5000 درهم ما يجيش، اللي بياخد أقل من 5000 درهم ومستحمل وقاعد هنا عشان يهين نفسه ما يجيش، لإن 3000 درهم أنت بما يعادلهم تقدر تجيبهم في مصر، تقدر تاخدهم في المغرب، في تونس، في أي دولة عربية، تمام؟ فما تجيش تقول لي أنا باخد 3000 وأنت كدّاب، الناس هنا يا عم وفي ناس هنا بتاخد 2000 و2500، أنت قابل على نفسك كده ليه؟ طب أدّيك بقى التقيلة، في ناس هنا بتيجي تشتغل بالعمولة في مجال العقارات، يعني حتى ما لوش basic salary ما بيشتغلش حتى بمرتب، أنت بتقارن نفسك أنت بتجيب أصلًا المعلومات دي ليه وبتقارن نفسك بالناس دي ليه؟ أنت تضبّط أمورك بناءً على وضعك أنت، أنت النهارده في بلدك بتاخد مرتب معين بيأكلك بيشربك وقاعد في بيتك، لو جيت هنا بتاكل وتشرب وقاعد برضه في بيتك لكن متغرّب، يبقى ما تسيبش بلدك، إنما لو هتيجي هنا على مرتب، المرتب ده هيوفّر لك أكلك وشربك وسكنك في المعقول، وكمان بتوفّر عليه مبلغ حلو مش أقل من 40، 50% من مرتبك، مش أقل من كده، مش أقل 40% أو 50% من مرتبك عمّال بتوفّره كل شهر، وبتفكّر إزاي كمان إنك تستثمر ال40% أو ال50% من مرتبك دول اللي بتعمل لهم saving أو اللي بتوفّرهم، بتفكّر إزاي تستثمرهم علشان يبقوا ضهرك وسندك في المستقبل، لو ما عندكش الplan دي ما تجيش، ما تدوّرش على شغل، ليه بقى يا معلم؟ لإن الخليج مش هاكلمك عن الإمارات، أنا هاكلمك عن الخليج ككل، الخليج ما لهوش مستقبل واضح، يعني أنت مثلًا لو سافرت أوروبا أو أمريكا وارد بعد 5 سنين 10 whatever تحت شروط معيّنة أنا مش مدركها أوي، تقدر تاخد الجنسية، ممكن تبقى فرنسي، أسباني، أمريكي whatever وتقدر تشتغل بالminimum wages بالساعة، وممكن تقف في بنزينة بالساعة، ممكن تغسل أطباق بالساعة، هتتصرّف، لكن دي مش حياة.
أنا ما باحبش أعيش في الatmosphere ده، أنا ما اتربيتش على كده. لكن أنت وافقت على كده، في مميزات، في جنسية، ممكن الجنسية تحميك شوية. لكن أنت لو قضيت هنا حياتك كلها في الخليج، أنا ما باتكلمش في الإمارات بس، باتكلم في الخليج كلها، مش هتاخد الجنسية. أنت هنا ضيف بمرتب، وعندك فرص للinvestment، وعندك فرص إنك تثبت نفسك وتعمل ملايين لو شغّلت دماغك، لو اشتغلت freelancer، لو قدرت تاخد فلوسك وتجيب بيها بضاعة تبيعها أونلاين whatever. في حاجات كتير أنا اتكلمت فيها في فيديوهات وهاتكلم فيها تاني. ولكن الفكرة في إيه اللي أنا عايز أوصّلها لك؟ هنا ما فيش ميزة إن هي تضمن لك الاستمرارية غير فلوسك بس. يعني لا في جنسية هتاخدها ولا في أي حاجة هتاخدها، فلوسك هي سندك وضهرك. فأنت لو مش جاي على offer كويس، أو جاي let's say على الminimum خلاص، رايح على 5000 أو على 4000 whatever، وعندك plan إنك already عارف إنك رايح على risk، عارف إنك لو خسرت وظيفتك هترجع إيد ورا وإيد قدّام، والفلوس مش مكفياك، واللي داخل يا دوب هيتصرف، وحاطط في دماغك إنك من أول يوم هتشتغل فيه بال5000 أو بال4000، من أول يوم عندك plan إنك تدوّر على حاجة أحسن وأفضل، وإنك هتطوّر من نفسك كلغة وككورسات وكskills. مهاراتك لازم تطوّرها علشان بعدين تupgrade الوظيفة بتاعتك من ال5000 دي لل20، 30، 40,000، 50,000. ناس عملت كده، أنا ابتديت كده. أنا لمّا كنت في السعودية أقسم بالله كان مرتبي 3500 أو 4000 مش فاكر، وكنت شغال في شركة اتصالات. أي نعم الريال وقتها كان مختلف من 15 سنة، ولكن كان عندي plan، كان عندي plan إن 50% من مرتبي ده كنت باوفّره. لكن أنا اتحطيت في trip، وخلّيني بُصّوا أنا باتكلم معاكم في الفيديو ده براحتي، يعني اعتبر نفسك قاعد مع واحد صاحبك بتاخد رأيه في السفر عامةً، يعني ما فيش حد هيقعد معاك القعدة دي. فأنت استغل الفيديو ده، اعتبر يا عم عندك واحد صاحبك مسافر أهو بقى له 15 سنة. خلّيك معايا وركّز في الفيديو ده عشان أنا والله هادّيك حقايق، اعتبرها مناقشة ما بيني وما بينك. أنا كنت في السعودية، مرتبي فعلًا كنت باوفّر منه 50%، وكان استثماراتي لإن أنا كنت طبعًا وقتها ما عنديش الخبرة وما عنديش الشخصية اللي أقدر فيها آخُد قرارات معيّنة، فكنت ماشي مع القطيع. فقال لك باقول لك إيه يا معلم، أنت وفّرت 50%، يالّا بقى ابتدي اشتري شقة في مصر، ابتدي حُط فلوسك في شقة تقسيط علشان لمّا تيجي تتجوّز، ما أنت برضه راجل شاب عايز تتجوّز، فأنت مسافر عشان تعمل فلوس عشان تتجوّز، راح للحلال برضه. فأنت حُط بقى فلوسك يا معلم في شقة وابتدي قسّطها. فأنا حطّيت عليها التزامات من أول يوم إن أنا آخُد فلوسي دي أحطّها في شقة. ولكن الاستثمار ده كان غلط، لإن الconcept غلط أصلًا. يعني أنا شُفت إن أنا حطّيت كل فلوسي في شقة واستلمتها عشان أتجوّز، ما أنا لو مشيت النهارده من الشركة اللي أنا فيها معييش فلوس، معييش فلوس أشغّلها. يعني أنا لو كان معايا فلوسي دي في البنك بدل ما أحطّها في أقساط شقة، كان ممكن آخُدها بعد ما مشّوني من شغلي من شركة الاتصالات دي، لقيت نفسي في الشارع، لقيت نفسي من غير شغل. طب ما كان ممكن الفلوس دي أشغّلها، كان ممكن أجيب بيها بضاعة وأمشّيها، وممكن كنت أبتدي بيها شركة صغيّرة. باكلّمكم حرفيًا في حقايق. لأ، أنا لقيت إن فلوسي كلّها محطوطة في التزامات، ودي غلطة من الغلطات اللي ناس كتير بتُقع فيها. once إن هو يشتغل يبتدي يدخّل نفسه في التزامات، يالّا بقى شقة، يالّا بقى عربية في مصر، يالّا بقى عربية غالية هنا، بيدخّل نفسه في التزامات وهو أصلًا ضهره مش مسنود. أنت تروح تستثمر الفلوس دي في حاجة، الحاجة دي تجيب لك فلوس دايمة تصرف بيها على أقساط شقة، تصرف بيها على أقساط عربية، تصرف بيها على نفسك لو حبيت ترجع مصر. يعني يبقى ليك استثمارات هنا، قادر تبيع هنا، بضاعتك هنا بتتباع هنا أو whatever، اشتريت شقة هنا، أي حاجة يعني، أي حاجة قدرت تستثمر بيها فلوسك اللي أنت بتوفّرها من مرتبك، تصرف بيك ع ع تصرف عليك بيها في مصر، أو تصرف عليك بيها هنا. المهم إن يكون ليك دخل غير المرتب. لأ، أنا لقيت نفسي إن كل فلوسي ودخّلت نفسي في commitment والتزام في مصر، في حتّة أنا مش قاعد فيها، في شقة أصلًا لسه بتتبني، وأنا خسرت شغلي في السعودية وفي الشارع، معييش حاجة معايا يا دوب قرشين، حاجة من 2. وأنا والله العظيم مش هاتكسف منكم، هاتكلم عن الموقف ده. لقيت نفسي ما بين اختيارين، الاختيار الأولاني إني أسكن، إني ألاقي سكن وأدفع له الفلوس اللي معايا يا دوب تكفّيني شهرين أو 3 شهور لحد ما ألاقي شغل تاني، أو آخُد الفلوس دي أحُط بيها بنزين لإن كان معايا عربية، أي نعم كانت 2001 نيسان، أنا فاكرها نيسان صني. يا إمّا يعني أجيب بنزيني وأكل وشُربي، يا إمّا أحُطّها في سَكَن. يعني الفلوس مش هتكفّي إن أنا أسكن وآكل وأشرب. فكان القرار، وأنا ما باحبّش أستلف وما باحبّش أتكالح على حد، أقول له والنبي قعّدني عندك. فاللي هو أنا كان الحل الوحيد إن أنا يصرف على نفسي أكل وشُرب، يصرفوا سَكَن. شغّلت دماغي، أنا نمت في العربية، قررت إن أنا أعيش في العربية، أقسم بالله. هو أنا في الآخر تعبت ولجأت إن أنا يعني أكلم واحد صاحبي إن أنا أروح أقعد عنده لحد ما ألاقي شغل، لإني بدأت أتعب. ولكن guess what،
يعني أنا صاحبي ده عمل معايا القلة، بالرغم إن أنا عارفه في مصر بقى لنا سنين، وكان بييجي بيتي وكنت باروح بيته وأصحاب وحبايب وفي الجامعة مع بعض بس الصحوبية حاجة يا معلم، والصحاب بتبان في الغُربة فعلًا، فعلًا مش كل الناس هتخدمك، ففُكّك من الكلام ده هنتكلم فيه برضه بعدين وأنا ليّا مواقف كتير. الفكرة كلّها إن حتى أصحابي كمان اتخلّوا عني، أو صاحبي ده اللي ما كنتش هاتكسف منّه لو رُحت قعدت عنده، اتخلّى عني. في الآخر خالص قررت إن أنا أنام في العربية، ما هو أنا هانام في العربية وهاكل واشرب واحط بنزين بالفلوس اللي معايا، شهر 2، 3 لحد ما ألاقي الدنيا ماشية إزاي، وبعدين باطلع بالعربية بقى كنت وقتها في السعودية، باطلع بالعربية من الرياض باروح جدة، ومن جدة باطلع على الخُبر، يعني عمّال بقى مش بادوّر على شغل في مكان واحد، كنت بادوّر في كل المحافظات اللي في السعودية، الكلام ده لمّا كنت في السعودية، ولو اتعاد بيّا الزمن برضه وكنت في الإمارات كنت هاعمل نفس الموضوع. ما عندكش option تاني وما فيش مكان هتنام فيه، اتصرّف. فالحمد لله دلوقتي أنا وضعي الحمد لله كويس، بس أنا مسافر بقى لي 15 سَنة، ولكن اتعلّمت من الدرس، وفعلًا أنا كنت بانام في العربية بالأيام، ولدرجة إن أنا sorry يعني، بس أنا كنت باخد shower بشطافة الحمام في المطاعم، يعني كنت باخش الحمام على أساس إن أنا بقى عايز أغسل وشّي، أنا صحيت بقى خلاص في العربية صباح الفل والحياة جميلة وبتاع، يالّا بقى عايز أبتدي يومي بقى، عايز أغسل وشّي، عايز آخُد دُش وبتاع، وأخُش مطعم في ماكدونالدز والّا في كنتاكي والّا في أي حاجة بقى فاهم، خُش يا معلِّم اغسل وشّك وبتاع، عايز تاخُد shower معايا فوطتي في شنطة العربية، معايا غياري، دنيتي تمام، خُش يا باشا بالشطّاف enjoy. لحد ما بعد كده تطوّر الموضوع إن أنا ده أنا كنت مشترك في gym، طَب ما أروح أستحمى في الgym، كنت غبي شوية فاهم، فبدأت بقى إن أنا إيه، أتعامل وبدأت ألاقي حلول في حياتي، يعني حياتي الhomeless بس مش homeless يعني فاهم، حاولت إن أنا أكافح إن أنا أضبّط أموري. فالحياة يا جماعة مش سهلة ولازم تبلان. أنت النهارده لو الoffer مش مجزي ليك ما تجيش، لو الoffer بالنسبة لك مش هيوفّر لك 40، 50% والفلوس دي ما تدخّلهاش في commitment وأقساط، خُدها استثمرها عشان تبقى سَنَدك. يعني أنا لو كان ليّا دلوقتي، لو كنت خدت الفلوس اللي أنا حطيتها في الشقة دي والأقساط دي ودخّلتها في أي business، معايا بضاعة نزلت بِعتها والبضاعة جِبت بيها بضاعة ومكسبي شِلته، كان مكسبي ده عيّشني حلو، كان دافع لي إيجاري، يعني at least كنت دفعت بيه إيجاري، والفلوس اللي معايا كنت بدأت آكل وأشرب بيها. لإن فعلًا في خلال 30 يوم لقيت شغل، أو في 25 يوم تقريبًا أنا متذكر يعني، لقيت شغل في مكتب كان تبع شركة إيه يا ربي، مش فاكر كان تبع إيه، بس أنا كنت في الشؤون القانونية، كانت مؤسسة ليها مولات، كان عندهم مولات وحاجات زي كده، اشتغلت في الشؤون القانونية، مع إني كنت شغال sales في موبايلي في شركة اتصالات في السعودية، ومنها بعد كده طول ما أنا كنت قاعد في الشؤون القانونية كان مرتبي أقل كمان، فما كانش بيكفيني، فأنا كنت فضلت أدوّر لحد ما لقيت شغل في STC شركة اتصالات سعودية تانية، بمرتب أكتر من اللي كنت باخده في موبايلي، ومن هنا بدأت إن أنا أركّز في اللي أنا كنت باعمله. أنا كنت باوفّر فلوس وباضيّعها في حاجات ما لهاش لازمة، قلّلت مصاريفي، وفّرت أكتر من 40، 50% من مرتبي. الالتزامات اللي عليّا طبعًا فضلت ملتزم بيها لحد ما بعد كده بِعت الشقة بعدين. الفترة دي كلّها أنا ما كنتش متجوّز، فأنا عادي جدًا إن أنا أنام في عربيتي، عادي جدًا آخُد الrisk، بس كان لازم أتقرص القرصة دي عشان يبقى ليّا plan. تخيل بقى أنا الكلام ده باحكي لك فيه من سنين، تمام، أنا من أول القرصة دي بعد كده اتجوّزت، اتقرصت تاني وتالت واتعلّمت، ولكن فضلت مكمّل على الplan دي، إن أنا لازم يكون عندي backup، لازم يكون عندك فلوس حاططها في مكان بتصرف عليك، فأنت لو ما عندكش دي هتتعب وهتشقى في حياتك. أنا مش هاطوّل عن الفيديو أكتر من كده، أنا يمكن أكون وصّلت لك الفكرة، لكن لو أنت جاي ومبسوط إنك لقيت شغل هنا وعادي مقضّيها من أول يوم، بتاخد مرتبك، بتجيب بقى موبايلات وهوبا upgrade عربية، تجيب عربية بالتقسيط، دخّلت نفْسك في التزامات، فشخت الدنيا. معلش اهدى، اهدى. سخنت أنا أوي، فشخت الدنيا، وبعد كده لقيت نفْسك صلت مَلْط بعد ما خسرت شغلك، لأنك كده هتخسر شغلك، ما أكيد يعني، إلا لو ربنا كرمك واستقريت في وظيفة 5، 6 سنين وكنت بتperform وبتعمل أرقام كويسة. وأنا عندي اقتناع تام، ما فيش حد بيعمل فلوس حلوة في أي مجال غير اللي بيغامر، اللي بيشتغل sales وبيبيع وبياخد عمولة، أو وسيط broker، أو خلّينا نقول ناس بقى في البورصة والكلام ده كلّه، والناس اللي شغّالة في الأسهم والcrypto currencies والحاجات دي كلّها، دول الناس اللي بياخدوا فلوس، دي المجالات اللي ممكن الغُربة تخلّيك تجيب رزقها، تجيب تمنها، فاهم، تجيب شقاها. فأنت شوف أنت عايز تعمل إيه، عايز تيجي هنا تشتغل في الoperation، عايز هنا تشتغل HR، عايز هنا تشتغل إيه يعني، عايز تاخد كام يعني، هتاخد 5000، 6، 7، 8000 درهم، مش هيبنوا مستقبلك لو أنت ما بتوفّرش 50% minimum منهم، وال50% مش بتوفّرهم تروح تجيب بيهم موبايلات وعربيات والدنيا صباح الفل. لازم الفلوس دي تستثمرها للمرّة المليون يا جماعة. يا رب ما أكونش طوّلت في الفيديو، أنا مش هاطوّل أكتر من كده.
والفيديو ده هانزّله زي ما هو كده مش هامنتجه. أنا الهدف الأول والأخير زي ما قُلت لكم إن أنتم تستفيدوا من الفيديو. طلباتي كلّها إنّك تدعي لي دعوة حلوة ليّا في الكومنتات، ولو عندك أي سؤال حُطّه في الكومنتات برضه إن شاء الله هاحاول أرُد عليه، وممكن نتكلّم تاني في المواضيع دي، عادي ممكن أعمل فيديو تاني وتالت وأكلّمكم على المواضيع دي تاني كذا مرّة، ولكن ادعي لي دعوة حلوة يمكن تكون ليّا صدقة جارية ليّا لو ربنا افتكرني يعني والفيديو ده عاش، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد ويا رب أكون فدتكم بإذن الله. يالّا، سلام.